أنا شخص عمري حاليا 29 سنة. بدت قصتي من لما كان عمري 24 سنة. بدت في يوم خطبة أخويا وقت التصوير. دخلت عنده عشان أتصور معاه، إلا وألاقي بنت جميلة جدا جالسة قدام العروسة. كانت البنت متسترة، لابسة عباية ومحجبة، وزي ما تقولون كان حب من أول نظرة. ما قدرت أشيلها من بالي. لما رحنا سألت أخويا من هذيك البنت، قال لي إنها أخت خطيبته وجلس يعرفني عليها. البنت أصغر مني بسنة وتدرس في إحدى الجامعات العالمية بالخارج، لأنها تخرجت من الثانوي بمعدل عالي جدا. بعد كم يوم أخذتني السوالف مع أمي وأخواتي إلين ما تكلموا عنهم. كانوا يمدحونها، يمدحون جمالها وأخلاقها، وأنا طرت فيها. لما رحت للغرفة لقيت أخويا منزل صورة ومنشن خطيبته، كذا منزل كلام مبروك وغزل ومدريش. المهم دخلت حساب خطيبته، والحسن حظي قبل سنتين كانت منزلة صورة يوم كانت أختها بتسافر ومنشنتها عليه. دخلت حسابها، البنت كانت عادي تنزل صور مطاعم، كافيهات، شوارع. كنت دائما إيش أجلس أحط لايك. وفي مرة تشجعت قلت خليني أكلمها ويصير خير. دخلت خاص وقلت لها سلام، أنا فلان أخو فلان خطيب أختك، ودي أكلمك في موضوع مهم. واستنيت إجابتها على أحر من الجمر. بعد يومين وبعد العشاء بالتحديد أخيرا ردت، قالت لي هلا تفضل قول. قلت لها والله أني أنا شفتك وزي ما تقولين حبيتك من أول نظرة، وما قدرت أشيلك من بالي، وقررت أني أصارحك، ويشهد ربي علي أني ناوي حلال. كل شيء جاهز، إذا تبغاني أخطب تراني جاهز. اطلب المهر اللي تبغينه والذهب، أي شيء تبغينه بيكون عندك. ما ردت مع أنها شافت الرسالة. نمت وأنا محروق، وقعدت أحلم فيها وإني بتزوجها وراح أكون معاها. قمت الصباح لقيتها ردت، قالت لي شوف أنا والله حاليا السوالف والحب والخرابيط هذه والسخافة ميه في بالي. تراني أنا كمان شفتك وما شاء الله تبارك الله واضح إنك ولد حلال وطيب، بس أنا حاليا ما أقدر لأني صراحة مشغولة في دراستي، وزيادة كمان أنا بعد كم يوم مسافرة أرجع أكمل، فالظروف ما تسمح أبدا، وآسفة ما راح أقدر أرد عليك لا بالقبول ولا بالرفض إلين بعد الاختبارات النهائية. وقتها حسيت بكسرة، صح إنها ما رفضتني، بس حسيت كلامها إن في رسالة مبطنة. لكن تمسكت بربي وقلت يا رب اجمعنا مع بعض بالحلال، وصرت في كل صلاة أدعي. بعد كم سنة لما صار عمري 26 لأمي أدري إنك أنت توك صغير بس كل شيء جاهز، أنت تشتغل وراتبك كويس، ليش ما تخطب؟ وقالت للعروس على راحتك، ما راح أضغط عليك، أنت اختار اللي تبغاها، ولما ما تلقى واحدة قل لي أنا أختار لك. قلت لها طيب بفكر. رحت غرفتي وأنا كلي تساؤلات. الحين خلصت الاختبارات النهائية، لو سألتها هل تقبل أو لا. قررت وقتها أني أستشير أخويا. للمعلومية كان بهذاك الوقت باقي أسبوع على زواجه. قلت لأخويا كل شيء. قال لي أخويا شوف والله يا أخويا أنا مالي صلاح، ممكن أني أكلم زوجتي وأقول لها تكلم أختها، لكن حط في راسك أنها ممكن تقبلك وممكن ترفضك. قلت له أبشر، أنا حاط كل الإجابات بعين الاعتبار. وفعلا أخويا كلم خطيبته